السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ويا الأستاذ لطيف عبود قاسم الحجي أبو أحمد التميمي. للناس في تجمعهم آراء وفي اختلافهم مذاهب. من واجب الإعلاميين أو الناس اللي مسموع صوتهم أو الناس اللي لهم كلمة بالمجتمع، من الواجب عليهم انه يعرفون بهاي الآراء وهاي المذاهب. الانتخابات حملت آراء ومذاهب متعددة، حملت أفكار مختلفة، حملت مناهج جديدة راح تنطرح إن شاء الله للشارع العراقي. فإحنا واجبنا يوميا يعد مرشح حتى يقدم لنا ويشرح للمجتمع، يشرح للناس اللي راح ينتخبونه، يشرح برنامج الانتخابي حتى تكون الناس بالصورة. تفضل حجينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالبداية لابد أن نرحب بكم جميعا ونرحب بكل ضيوفنا الذين يتواصلون معنا. حقيقة لطيف عبود قاسم أبو أحمد التميمي، مرشح ائتلاف دولة القانون محافظة ميسان، رقم القائمة 257، تسلسل 6، من عوائل الشهداء، والدي وأخي شهداء. أيضا أكملت دراستي الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية في محافظة ميسان، ثم أيضا الماجستير والدكتوراه في بغداد. الحمد لله أيضا لنا بصمة كبيرة في محافظة ميسان. عملت في مجلس محافظة ميسان طيلة 9 سنوات من 2005 إلى 2014. عملت في كثير من اللجان، منها كنت رئيسا للجنة الأمن والدفاع، وأيضا رئيسا للجنة توزيع الأراضي، ونائب رئيس هيئة لجنة الاستثمار، وأيضا نائب رئيس لجنة الطاقة، وكثير من اللجان المهمة التي عملت بها في داخل مجلس المحافظة طيلة 9 سنوات. وأيضا بعد هذه ال9 سنوات انتقلت إلى بعد الفتوى المباركة لسماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه، انتقلت للخط الجهادي والعمل الجهادي، وكونا نحن ومجموعة من المجاهدين القادة تشكيل قوات الشهيد الصدر، ومارسنا مهامنا كمجاهدين بقوات الشهيد الصدر من سنة 2014 إلى هذه الساعة. وانتقلنا من بغداد إلى حدود سوريا، اشتركنا كثير من المعارك، واشتركنا كثيرا من القضايا الأخرى التي هي تهم هيئة الحشد الشعبي. بالحقيقة برنامجنا الانتخابي والأمن، ثم الإعمار، ثم الخدمات، ثم الاستثمار. أيضا لدينا برامج خاصة في محافظة ميسان نتبناها نحن، وخصوصا ملفات كثيرة، منها ملف السجناء، ملف الشهداء، ملف الحشد الشعبي اللي مهم جدا. وإن شاء الله نعطي رسالة واضحة إلى أبناء هيئة الحشد الشعبي، نبقى مستمرين إلى هذا الخط، وأيضا نحافظ على هذا الوضع. أيضا موضوعنا الثاني هو بالحقيقة موضوع الفلاحين، باعتبار الفلاحين شريحة مهمة، وخصوصا أبناء محافظة ميسان تقريبا 65% من هذه الشريحة هي من محافظة ميسان. وبالتالي نريد أن نكمل مشروعنا، مشروع دولة القانون في قضية الفلاحين، لحل مشكلة جذرية للفلاحين، منها قضية مشكلة المياه، ومشكلة المكننة، ومشكلة البذور، ومشكلة المساحات الأراضي الواسعة التي لم تحل. وبالتالي نحن لدينا برامج كثيرة، منها برامج النساء، وأيضا منها برامج خاصة للطلبة والشباب، ومنها المثقفين. وإن شاء الله أيضا نطلق كلمة قضية وموضوع هي توحيد الرواتب، باعتبار في العراق
هناك مشاكل كثيرة في توحيد الراتب، وإن شاء الله سوف يكون من ضمن برنامجنا هو توحيد الراتب لكل صنوف أبناء الشعب العراقي. ونحن سوف نستمر في هذا العمل وفي هذا المنوال لخدمة أبناء العراق أولا، ثم محافظة ميسان ثانيا. أما في موضوع النفطي، وباعتبار محافظة ميسان هي محافظة نفطية، سوف نطلق الصيحات الكبيرة مع الحكومة المركزية ومع وزارة النفط ومع شركة نفط ميسان بحل جذري مع الشركات الأجنبية، باعتبار هذه الشركات هي بالحقيقة كثير من العاملين هم خارج نطاق محافظة ميسان، بل خارج نطاق العراقيين. نحن إن شاء الله سوف نطلق هذه الصيحات لمحافظة ميسان، وحل جذري لأبناء محافظة ميسان العزيزة، باعتبار وخصوصا الآن نحن على أبواب فتح موضوع حقل الحويزة النفطي، وبالتالي هناك كثير من الملفات التي هي على عاتقنا سوف نستمر بها ونتحرك بها، أولا لأبناء محافظة ميسان، ثانيا إلى أبناء شعبنا العراقي. نحن نمتلك رؤية واضحة، وخصوصا في مواضيع السكن ومشاكل السكن، وأيضا لدينا حلول جذرية مع أبناء الشهداء وعوالي الشهداء. كثير منهم لم يمتلكوا قطع الأراضي السكنية، وسوف نكون نحن إن شاء الله أولا لعوائل الشهداء، لعوائل السجناء، لعوائل الحشد الشعبي، لعوائل قطاعاتنا الأمنية المباركة التي سوف تكون أيضا من ضمن برنامجنا المستقبلي، لأننا نحن لدينا قناعة بأن القانون لابد أن يسير بشكل وخطى واضحة، باعتبارنا نحن نريد أن يكون القانون هو السائد في العراق، والقانون هو السائد في محافظة ميسان. وإن شاء الله نكون عند حسن ظن كل إخواننا سواء كانوا في محافظة ميسان أو عراقنا الحبيب، وإن شاء الله نكون عند أيضا حسن الإعلام، ونكون إن شاء الله نتمنى من الإعلام أن يكونوا هم إن شاء الله الحقيقة الخامسة، والتي هي تنطلق من خلالهم وتنطلق من عملهم وتنطلق من خلال التواصل بين المسؤول وبين الإعلام، حتى يصل هذا الصوت بالكامل إلى هذا المجتمع الذي يريد أن يحل كثير من كثير من معوقاته. وبالتالي لابد أن يكون هذا الشخص. نتمنى منكم أيضا من أبناء محافظة ميسان التصويت لقائمة دولة القانون ولشخصيات دولة القانون ولأبناء دولة القانون، لأنهم يمتلكون الرؤية الواضحة والمشروع الواضح. وسوف نستمر في خطى واضحة مع بقية الكتل الأخرى لبناء عراق آمن مستقر مزدهر يحمل هموم جميع العراقيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك حجينا إن شاء الله. طبعا الأخوة المعلقين، إذا عندكم بداخلكم فد سؤال يا ريت تسألونه، بداخلكم فد فكرة تضيفونها للبرنامج الحجي المستقبلي. عندنا برنامج إن شاء الله متكامل، بس مرات تكون أفكار يعني جيدة إذا واحد يطرحها. عندكم تساؤلات على ما مضى، هم نستقبل آراءكم، وإن شاء الله الحج يجاوبكم على الأشياء اللي يقدر يجاوبكم عليها. خو مرات أكو واحد يسأل سؤال هو أساسا ما له جواب. ننتظر مشاركاتكم من خلال الأسئلة، والله يحفظ الجميع إن شاء الله. مهدي ناصر أشكرك والله يحفظك إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والنجاح إلى العم لطيف عبود وأبو أحمد التميمي، الله يبارك فيك إن شاء الله. علي حكيم الشواي كل التوفيق للحاج إن شاء الله. علاء كاسب الغرباوي
التوفيق والسداد للحاجة. طبعا من جاي أفتر على المرشحين وأسوي لهم بث مباشر، أريد أزرع ثقافة بالمجتمع، ثقافة جديدة، ثقافة تواصل المسؤول ويا المواطن. حلوة إذا المسؤول يفتح بث مباشر ويسمع من المواطن، يسمع شنو أنت تريد، يسمع شنو أفكار تطرحها. حيدر سؤالك يا ريت توضحه وإحنا بخدمتك إن شاء الله. حجينا أبو أحمد، شنو مشروع الحشد الشعبي؟ يا أي مشروع؟ بالحقيقة مشروع الحشد الشعبي هناك مشاكل ومعوقات كثيرة في قضية قانون الحشد الشعبي، وإن شاء الله هذا يكون هذا من ضمن برنامجنا الانتخابي ومن ضمن عملنا، وننطي رسالة اطمئنان لكل أبنائنا في الحشد الشعبي المبارك. نحن إن شاء الله نكون لهم سند وعون، وإن شاء الله هو المشروع والقانون سوف يسير بخطى واضحة من خلال تواصلنا ومن خلال عملنا، وسوف ندعم هذا المشروع بكل ما أوتينا من قوة. وأيضا نحن اتفقنا مع الأخوة في دولة القانون وأيضا بعض مرشحين مجاهدين بأن هذا القانون سوف يعلن وبصراحة ويدعم من خلال مشاريعنا المستقبلية المباركة إن شاء الله. حجينا العمارة أو محافظة ميسان بالأحرى مظلومة. شلون مظلومة؟ يعني ذاك اليوم تصريح لأحد المسؤولين المحليين بالمحافظة يقول إحنا نطلب الحكومة المركزية 2 تريليون. شنو اللي راح تقدمونه للمحافظة على مود نشتغل بهاي 2 تريليون؟ تقدمون مشاريع أو تقدمون مطالبة للحكومة المركزية؟ أحسنتم. بالحقيقة هذا هو سؤال مهم جدا. نحن إن شاء الله سوف نكون نمد يد العون إلى الحكومة المحلية لاستحصال هذه المبالغ لمحافظة ميسان، باعتبار محافظة ميسان هي راعية لهذا الموضوع، وبحافظ ميسان بالحقيقة بحاجة إلى هذه الأموال، ولكن المشاريع هي مختصة اختصاص كامل للحكومة المحلية. ولكن نحن نقول للأخ المحافظ ونوابه وللأخوة رئيس مجلس المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة وأيضا كل دوائر الدولة المعنيين، سوف نستغل كل علاقة مع الحكومة المركزية لمحافظة ميسان حتى يكون لنا بصمة واضحة ندافع عنها لمحافظة ميسان. ولذلك المشاريع سوف نستحصل كثير من المشاريع المهمة من الحكومة المركزية، ولكن الأموال سوف نتابعها مع الحكومة المحلية وتكون لنا بصمة أيضا في هذه المشاريع من خلال تواصلنا مع الحكومة المحلية المباركة. يعني إن شاء الله تقدمون مشاريع حتى يتم صرف المبالغ إلها. بالحقيقة المشاريع هي تطلب من الحكومة المحلية، ولكن الأموال نستحصل عليها من وزارة المالية وأيضا من رئيس الوزراء الذي يأتي، وأيضا من نفس الوقت سوف تكون علاقتنا هذه العلاقة نستغلها علاقة بالحكومة المركزية لاستحصال كل قضية نحتاجها في محافظة ميسان. جيد. ومنها المال. جيد، كلامك واضح حجينا والله يبارك فيك إن شاء الله. أكو مسألة، أنا كوني موظف دائرة تشرف على السجناء، أشوف أغلب سجنائنا وخاصة أبناء ميسان يعني 90% من عندهم يمكن أو ما أقدر أطيق شو اسمه نسبة مئوية، يعني الأغلبية نقدر نقول قضت عليهم المخدرات. أكو برنامج للقضاء على المخدرات؟ أكو برنامج لإعادة تأهيل هاي الشباب؟ هي بالحقيقة لابد أن يسن قانون، والقانون من ضمن صلاحيات مجلس النواب العراقي،
وهذا القانون هو الذي يعني يعطي كثير من حلول هذه المشاكل. نحتاج إلى كثير من المصحات، نحتاج كثير من القوة، نحتاج كثير من البناء، مدارس للتأهيل، لأننا بحاجة إلى تأهيل هؤلاء الناس انحرفوا عن مشاكل، هناك مشاكل ومعوقات صحيح. موجودة في هذه المنطقة، لا أقصد فقط في في محافظة ميسان، وكثير من المحافظات الوسطى والجنوبية والشمالية، لأن المخدرات هي بالحقيقة آفة قاتلة. هذه الآفة لابد أن نقضي عليها من خلال أولا تشريع قانون، ثانيا مصحات، ثلاثة مدارس تأهيل، رابعا تستخدم القوة من خلال الوزارات المعنية باعتبارها هي السبب الرئيسي في والمتابعة الرئيسية بهذا الموضوع. الأخوة بعد منو عنده سؤال أو استفسار أو كذا؟ أنت ترى هاي فرصة أنت والمسؤول مباشر. قل ما تنوجد هاي الفرصة. إن شاء الله راح نعمل على أنه نخلي دائما حتى بلكي إن شاء الله نحاكي مدراء الدوائر يخصصون يوم بكل شهر أو يوم بكل كذا فترة يفتحون بث مباشر على مود يسمعون معاناة المواطن، يسمعون من المواطن. اللي عنده سؤال أو استفسار الحجي أبو أحمد موجود إن شاء الله ما يقصر. بالحقيقة احنا موجودين إن شاء الله دائما من سنة 2003 هي مكاتبنا موجودة ومفتوحة، ولدينا علاقات جيدة الحمد لله مع دوائر الدولة ومع المحافظة، وأيضا لدينا علاقات جيدة أيضا مع الحكومة المركزية. نستغل علاقاتنا مع الحكومة المركزية والحكومة المحلية لحلول ومشاكل أي شخص من أبناء محافظة ميسان، لأن أبناء محافظة ميسان من حقها أن نقدم لها في أي قضية من القضايا التي يحتاجها. أحمد علوان يقول: جناب الأخ الفاضل، ما هي رؤيتكم للارتقاء بالواقع الصحي؟ بالحقيقة الواقع الصحي في العراق وفي محافظة ميسان مزري جدا. نعم، لدينا بعض الكوادر، لدينا بعض الكفاءات، لدينا أيضا بعض البنايات، لكن نحن بحاجة إلى أولا الكفاءات، بحاجة أيضا إلى دعم الواقع الصحي في ميسان من خلال سواء كانت بنايات، أدوية، مستلزمات. كثير محتاجة محافظة ميسان إلى بعض الأجهزة المتطورة، وبالتالي سوف نكون إن شاء الله جاهزين بهذا الملف لتفعيله، وأيضا باستطاعتنا أن نتابع هذا الملف مع الأخ مدير عام صحة ميسان مع وزارة الصحة المعنية. وبالتالي نحن بحاجة إلى كفاءات أخرى. الآن لدينا مشاكل كثيرة، منها الآن كثير من الأطباء تخرجوا والآن الحقيقة عاطلين عن العمل. هذا أيضا لابد أن نستفيد من عندهم، وحتى يكونون إن شاء الله هم المستقبل الزاهر لمجتمع وأيضا للمجتمع، وأيضا بنفس الوقت حتى يقومون إن شاء الله بواجبهم الصحي بشكل تام وصحيح. نعم، المحافظة ميسان بحاجة لهذا الملف، وبالحقيقة وخصوصا في الأقضية والنواحي لدينا مشاكل كثيرة، وبالتالي لابد أن يكون هذا الملف من ضمن أولويات البرلمان العراقي لحل كثير من هذه المشاكل العالقة. والله حجي، خاصة الكلى بالعمارة أذت المواطن. أحسنت. لدينا مشكلة كبيرة جدا في مسألة الآن الكليات، وحقيقة أبناء محافظة ميسان مشكورين يتبرعون، ولكن هذا الملف هو ملف كبير وشائك. لابد أن تكون وزارة الصحة أيضا مشتركة في هذا الموضوع. لا نقول أيضا
فقط للواقع الصحي، ولذلك نحن بحاجة إلى أجهزة متطورة لحل هذه المشاكل، إلى أطباء مختصين لحل هذه المشكلة في هذه المحافظة العزيزة. مرتضى جار الله يقول ممكن توضيح بخصوص الملف الزراعي؟ بالحقيقة الملف الزراعي ملف تحدثنا به. 65% من أبناء محافظة ميسان هم من الفلاحين، وبالتالي نحن كانت لدينا عمل مع الأخوة في مجلس الوزراء الذي رأسه الأخ المالكي، وكانت هناك مبادرات زراعية. لابد أن تفعل المبادرات الزراعية، لابد أن تفعل المصارف الزراعية لحل كثير من القضايا منها. وأيضا مشكلة المياه مشكلة عويصة جدا. لدينا مشكلة الآن في كثير من الأقضية والنواحي بالحقيقة لديها مشاكل في مشكلة المياه، ولذلك الآن نحن إن شاء الله في هذا الموسم الشتوي الآن يبشرنا بخير إن شاء الله. أكو هناك إطلاقات مائية جديدة تصل إلى محافظة ميسان، وإن شاء الله نحن أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى باعتبارنا نحن بحاجة إلى هذا الموضوع، باعتبار الآن الموسم الشتوي على الأبواب، وخصوصا نحن في محافظة ميسان معروف لدينا بأن موسم الحنطة والشعير تتصدر من هذه المحافظة. وإن شاء الله نكون من الداعمين للفلاح في مسألة كثير من القضايا، منها الأسمدة، ومنها أيضا المكننة الزراعية، ومنها أيضا بالحقيقة المصارف الزراعية وإعطاء سيولة نقدية للفلاح أيضا، وحل مشكلة الفلاح بعد أخذ المحصول من عنده. الآن الفلاح لديه مشكلة أكثر من 3 أشهر 4 أشهر والفلاح ما يحصل على الأموال التي محصولة، وبالتالي لابد أن نتحدث مع وزارة المالية ومع وزارة الزراعة لحل، ووزارة التجارة باعتبارها مرتبطة بين وزارة التجارة والزراعة والمالية، وبالتالي حتى نكون إن شاء الله أداة وسط بين الوزارات الثلاث لحل مشكلة الفلاح. بالفعل الفلاح جاي يعاني من المبالغ اللي تصرف إلى مقابل الحنطة والشعير اللي يسوقها. الدكتور أحمد العلاق يقول هناك ندرة في بعض الاختصاصات، يقصد الطبية والعمارة، أصبحت طاردة للكفاءات مع الأسف الشديد. أخوكم الدكتور أحمد العلاق. تحياتي للأخ الدكتور أحمد العلاق. وبالحقيقة فعلا نتيجة المشاكل العشائرية ونتيجة المشاكل التي تحدث للكفاءات، وبالتالي هناك الأخ دكتور أحمد واحد من عندهم الآن هو يسكن في لندن، وبالتالي كفاءات لدينا عراقية من محافظة ميسان هي الآن سواء كان خارج العراق أو في شمال العراق. نتمنى إن شاء الله، ولذلك نقول نحن في دولة القانون إن شاء الله سوف يكون الأمن ثم الأمن ثم الأمن، وبالتالي حتى تكون هذه الكفاءات هي داخل هذا البلد، وهي التي تقيم سواء كانت في مستشفياتنا أو في وزاراتنا أو أيضا في دوائرنا من كفاءات المهندسين الأطباء وبقية الاختصاصات الأخرى. نتمنى من كل الكفاءات أن تدعم هذا الموضوع، وبالتالي حتى نكون إن شاء الله عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. عمر حميد فالح يقول السلام عليكم الحاج أبو أحمد، مشكلة مقاطعة 2 ومقاطعة 5. بالحقيقة كون مقاطعة 2 ومقاطعة 5 كون يبين الأخ عمر، هو الظاهر يقصد يعني الخدمات. إذا يقصد خدمات، فالخدمات إن شاء الله يعني كثير من الأخوة الآن عاملين على هذا الموضوع، وملف الخدمات سوف نتحدث مع الأخ السيد المحافظ مع الأخوة في مجلس المحافظة، مثل ما كنا نحن في مجالس المحافظات السابقة كنا نعطي للبنى التحتية 60% من موازنات محافظة ميسان. والحمد لله الآن كثير من كثير من مناطقنا الآن هي
الآن فيها مجاري، فيها خدمات، فيها بالكامل. وبالتالي نتمنى أن يوضح لنا الأخ عمر ماذا يقصد في هذا الموضوع. إذا في مسألة الخدمات راح سوف نكون يعني نتحدث مع الأخوة المعنيين، وأيضا سوف نتحدث مع الجهد الهندسي. بالحقيقة الجهد الهندسي والجهد أيضا جهد الحشد، وما قصروا بالحقيقة، قدموا بعض الشيء، ولكن إن شاء الله نطلب منهم الكثير باعتبار محافظة ميسان تم توسعة كثير من عدها، خصوصا المقاطعات الزراعية تحولت إلى مساكن، وبالتالي بحاجة إلى هذا الملف إلى دعم وإلى إسناد وإلى متابعة من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية وأيضا البرلمان الجديد. الأخ سلمان رحيم أبو محمد يقول الملف الأمن لمحافظة ميسان. بالحقيقة الملف الأمني هو ملف يعني يسود كثير من القضايا. الملف الأمني لدينا مشاكل كثيرة بالحقيقة، لدينا يعني هذا بالحقيقة بحاجة إلى دراسة مستفيضة، وهذه الدراسة بحاجة بين وزارة الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني والاستخبارات وكثير من هذا، وبحاجة إلى برنامج واضح وصريح في هذا الموضوع. هذا الملف ملف شائك، الملف الأمني. عندما كنا برئاسة لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة كنا نتابع بقوة، وكنا نختار قيادة. هذه القيادة بالحقيقة كنا نختارها على أساس الكفاءة، نختارها على أساس الآن بالحقيقة اكو مشاكل بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية باختيار القادة. لابد أن هناك مواصفات للقادة الأمني. القادة الأمنيين بحاجة إلى مواصفات. الآن محافظة ميسان لديها مشاكل كثيرة، كثير منهم عينوا لم ينتخبوا من قبل مجلس المحافظة والمحافظ، وبالتالي لابد هذا الملف أن يدرس دراسة مستفيضة ويعطوا حق للحكومة المحلية وللحكومة المركزية أيضا بنفس الوقت لدراسة هذا الملف، لأن هذا الملف الحقيقة إذا وجد الأمن وجد الإعمار، إذا وجد الأمن وجد الاستثمار، إذا وجد الأمن وجدت الخدمات. الأستاذ علي عيسى يقول موضوع الشركات الأجنبية والمهندسين الميسانيين شنو أهم خططكم لهم؟ كل التوفيق أستاذ، والله يوفق، الله يبارك فيك إن شاء الله. أنا بالحقيقة تحدثت في بداية كلامي، قلت هذا ملف خطير، ملف سينوك بتروتشاينا الآن فتح أيضا الشركات الثانوية، وبنفس الوقت الآن حقل الحويزة النفطي. حقل الحويزة الآن بحاجة إلى 50,000 عامل وكادر، وبالتالي بحاجة هذا الملف إلى متابعة ميدانية. وأنا شخصيا أعتبر هذا الملف سوف يكون من ضمن أولوياتي، باعتبار نريد لأبناء محافظة ميسان أولا سواء كان كادر هندسي، كادر مهني، كادر أيضا صحي، والكادر أيضا بقية الكوادر الأخرى سواء كانوا عاملين حتى بمستوى الحارس الأمني. ولذلك نحن إن شاء الله هذا الملف هو ملف راح يكون من ضمن أولوياتنا، ويكون متابعة مع الحكومة المركزية، مع رئيس الوزراء، وأيضا مع وزارة النفط، وأيضا ندخل في هذا الموضوع ملف من قضية وزارة الداخلية. الآن مشاكل كثيرة الآن بعضهم خارج عن النطاق القانوني. بعض الشركات الآن أتت بعاملين كثيرين هم خارج النطاق القانوني، بعضهم سجناء وبعضهم أيضا بالحقيقة ويأخذ رواتب عالية جدا. وبالتالي سوف نتابع هذا الملف مع وزارة النفط، مع الحكومة المركزية، مع رئيس الوزراء الذي يأتي. وبالتالي هذا الملف نحن مع أبناء محافظة ميسان، مع أبناء العراق أولا وثانيا. نعم إذا بحاجة إلى كوادر وكفاءات كبيرة جدا من حق الشركات أن تأتي بها، أما نحن لدينا مهندسين
لدينا اختصاص، لدينا الآن أكثر من 1500 مهندس نفط لدينا في محافظة ميسان وهم عاطلين عن العمل، وبالحقيقة هذا لابد أن نتابعه. جيد. يعني عندك معلومة عنهم؟ نعم كاملة، عندي معلومة كاملة، وبالحقيقة أكثر من ذلك لدي معلومات من داخل هذه الشركات، هي شركات خطرة جدا، وكثير منهم حتى بعضهم بالحقيقة وهابية، يعني يا سبحان الله، وهابية بداخل شركات في محافظة ميسان، وبالتالي نحن أيضا نتخوف من هذه القضية، ولذلك سوف نتابع أيضا القضية الأمنية في داخل الشركات، وأيضا في نفس الوقت قضية الوظائف في داخل هذه الشركات. بناء على هذا الكلام حجي، احنا نرجو من الحكومة المحلية أنه تعيد النظر بذول العمال، ذول الموظفين. أحسنت. الحقيقة بحاجة الحكومة المحلية تتابع، يجب عليها أن تتابع، وأيضا وزارة العمل يجب عليها أن تتابع، وبالحقيقة هذا الملف ملف خطير جدا، أكد ملف خطير جدا، لأننا نحن نعيش على بحر من النفط، وأبناؤنا الآن للأسف يتظاهرون ولم يجدوا إذن صاغية، وبالتالي إن شاء الله نكون عند حسن كوادرنا وكفاءاتنا اللي موجودة، سواء كانوا النفطية الهندسية وبقية الاختصاصات الأخرى. وهذا الملف أولا سوف نضع له قانون أيضا، لأن بالحقيقة في نظام العقود لابد أن نثبت في العقود 80% على الأقل من أبناء محافظاتنا الوسطى والجنوبية، وبالخصوص محافظة ميسان. طبعا أعيد وأكرر، البث هذا اللي جاي نسويه على مود نزرع ثقافة جديدة. الدكتور جواد مدير التربية يقولون بيوم الخميس يقعد بالاستعلامات ويستقبل جميع الناس. محمد باقر مدير شو اسمه الرعاية الاجتماعية هم كان يلزم الختم ويقعد بالباب ويشوف المراجعين. الحجي إن شاء الله راح يكون على تواصل ويا المواطنين، وما يقصر إن شاء الله من خلال هذا البث، وإن شاء الله هو راح يبث. احنا نريد نزرع هاي الثقافة للتواصل بين المواطن وبين المسؤول. دكتور أحمد، لا بد من إجبار. كلامه دقيق جدا دكتور أحمد، الله يحفظه ويعزه. نعم بحاجة إلى فحص طبي، لأن هناك أمراض انتقالية، وخصوصا مثل ما تفضلتم دكتور أحمد، مثل ما تفضلتم بالحقيقة كثير من العاملين لديهم مشاكل باعتبارهم سجناء، أصلا المشكلة سجناء دكتور أحمد، وبالتالي لابد أن نتابع هذا الملف. هذا الملف ملف خطير وشائك، وسوف نصطدم به إن شاء الله، ونحول كثير منه إلى الحل الجذري إن شاء الله. والله حجي أنا شخصيا رغم ما يعني فكري ما يوصل الفكر كم والاطلاع كم والكذا، بس أنا أشوف الحل الجذري والحل الرئيسي المشاكل محافظة ميسان، سواء الأمنية أو الصحية أو غيرها، هو القضاء على البطالة من خلال طرد الإيد العاملة الأجنبية وتشغيل أبنائنا بالشركات النفطية أو غيرها. من يشتغلون راح تقل المشاكل، من يشتغلون راح نقضي على الأمراض والإرهاب والأفكار المتطرفة. المرض الخطير جدا هو بالحقيقة المخدرات، وبالتالي إذا عمل هذا الشاب راح يبتعد. أيضا موضوع الرياضة لابد أن نفعل مسألة الرياضة. جيد. ولذلك يعني هي كثير من الملفات بحقيقة بجعبتنا، إن شاء الله نستمر بها ونتواصل وياها. وأكد إلى جمهورنا العزيز في محافظة ميسان، نحن إن شاء الله سوف يكون اللسان الناطق مع الحكومة المركزية،
ومع الحكومة المحلية، ونحل كثير من الإشكالات والمعوقات من خلال تواصلنا. وأطلب أيضا من كل أبناء محافظة ميسان العزيزة أن يختاروا اختيار صح، أن يبتعدوا عن كثير من القضايا، وخصوصا الآن اللي جاي يصير البيع والشراء وغيره. وبالتالي عشمي بأبناء محافظة ميسان أن يختاروا اختيار، خصوصا في هؤلاء الأخوة والأخوات العشرة الذين يمثلونهم خير تمثيل. وإن شاء الله سوف نكون ذراع كامل وقوي لأبناء محافظة ميسان، ونكون أيضا جهدنا وتواصلنا مع الأخوة الفائزين يد واحدة لبناء محافظتنا العزيزة. الله يحفظكم حجينا إن شاء الله. بالتنويه على الانتخابات الحجي هم ما قصر إن شاء الله. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: احذر من الدنيا وزينتها فإن أنفاسك فيها تعد وتحسب. يا صديقي يا أيها الناخب، إذا أنفاسك فيها تعد وتحسب، شلون تصويتك الفلان من عشيرتك وهو فاسد؟ شلون تصويتك الفلان من حزبك وهو فاسد؟ شلون تصويتك الفلان لأنه صديقك وقضى لك شغل أو لك تأثير عليه وهو فاسد راح يسرق الآخرين؟ شلون ما تتحاسب عليه أنت؟ يعني أنت بعت آخرتك بدنيا غيرك، هو راح يفوز بالدنيا وأنت لا فايز بالدنيا ولا فايز بالآخرة. خلي اختيارك صح، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: قفوهم إنهم مسؤولون. كل شيء يسويه الإنسان مسؤول عنه. يا ريت نتجرد من كل الأشياء الثانوية ونكون حقيقيين ويا رب العالمين ويا اختيارنا، حتى لا باكر عقبه نقول العمارة مظلومة، السياسيين حرامية. أنت تنتخبه حرامي والنوب تصيح سياسي حرامي، أنت تنتخبه ظالم والنوب تقول العمارة مظلومة. يا أخي خلي اختيارك صح. تفضل حجي. ولذلك تكملة لحديثك الأخ أبو جعفر، بالحقيقة نطلب من كل أخواننا وأخواتنا العزيزات، باعتبار يجب أن أولا في هذا اليوم يوم 11/11 يكون هو عرس انتخابي، وإعطاء أصواتهم إلى من يستحقون من أبناء محافظة ميسان، وأن يختاروا اختيار ضمن مواصفات بالحقيقة مثل ما تفضلتم. أولا هو المواصفات الشرعية، ثم بحاجة نحن إلى أن يكون ممثل أبناء محافظة ميسان يمتلك الشجاعة ويمتلك الصراحة ويمتلك القوة ويمتلك الصرامة ويمتلك العلاقات مع الحكومة المركزية لحلول، حتى يضع الحلول وحتى يضع أمام عينيه مشاكل ومعوقات أبناء محافظتنا العزيزة. ولذلك أكرر، أبناء محافظة ميسان سوف يقولون كلمتهم، وخصوصا أن أطلب من إخواني وأعزائي أبناء مركز محافظة ميسان أن يخرجوا ويعطوا أصواتهم إلى من يمثلهم في قبة البرلمان القادم إن شاء الله. خل في بالك، خل في معتقدك، خل في ذهنك، اختيارك يصنع وطن، اختيارك الخاطئ يدمر وطن. عمر حميد. هاي شهادة، وأنا أقول لك جزاك الله ألف خير. يقول عمر حميد فالح: الحاج أبو أحمد بيوم واحد عين 1500 شاب من محافظة ميسان عندما كان عضو مجلس محافظة. جزاك الله ألف خير. هسه الرجل هو ما ذكرها، بس لأنه أنت حليبك طاهر ولأنه أنت ابن حلال ذكرتها. بالحقيقة الحمد لله والشكر، يعني الأخوة سواء كانوا في الجيش العراقي، هذا العدد حقيقة في الجيش العراقي 1500 شاب في الجيش العراقي تم تعيينهم من خلال الفرقة العاشرة
وبالتالي الحمد لله كلهم عينوا والآن هم موجودون في الجيش العراقي. وأيضا في نفس الوقت ويذكرون الأخوة في تربية ميسان ماذا عمل أبو أحمد التميمي في هذا الملف، ملف التربية. وبالحقيقة كنا نستغل علاقاتنا لأبناء محافظة ميسان، أبدا لم نعين عن طريق القضية العشائرية ولا نعين عن طريق القضايا الحزبية والمناطقية، وإنما كنا نجمع مستمسكات الناس الذين يخرجون في ذلك الوقت في 2006 و7 و8 ذلك الوقت تظاهرات، تخرج تظاهرات ونجمع مستمسكات ونذهب بها إلى بغداد. وعيننا كثير من تم تعيينهم سواء كانوا مدرسين معلمين وفي وقتها حراس أمنيين في داخل تربية ميسان من غير أيضا هذا الموضوع. شكرا للأخ عمر، وبالحقيقة هذا هو ديدننا إن شاء الله سوف نستمر به ونكون إن شاء الله عند حسن أبناء محافظة ميسان. صحيح، كان في حينها الجهات الأخرى تبيع تعيين، ولحد الآن تقريبا 3/4 الجهات اللي تعين تبيع التعيين بيع. بالمناسبة الحمد لله والشكر، قبل كم يوم اتصل بي أحد الأخوة، بالحقيقة أنا ما أعرف رقمه كان ولا متواصل وياه، بس هو ذكرني قال لي أنت عينت زوجتي معلمة ولذلك احنا هذا دين علينا، راح انا وزوجتي وابنائي نعطي اصواتنا الك لان انت ما كنت تعرفنا ابدا. وبالحقيقه ايضا ان شاء الله واقولها وبصراحه ان شاء الله نقضي على هذه الآفة ونقضي على هذا الملف باعتبار هذا الملف ملف خطير، وإن شاء الله نكون عند حسن أبناء محافظة ميسان في كل مجال اللي الله يمكننا به، واللي بنفس الوقت يعني نكون إن شاء الله لدينا ذراع قوي في داخله، ونمتلك الحمد لله نمتلك العلاقات وسوف نستخدم العلاقات لأبناء محافظة ميسان. حجي احنا نشهد لك بأنه عندك علاقات إن شاء الله طيبة ويا الحكومة المركزية وإلى التأثير عليهم. بالحقيقة هي الشكر لله سبحانه وتعالى، وإلا أنا الآن حقيقة مجاهد من مجاهدي قوى شهيد الصدر، وبعيد كل البعد من 2014 إلى 25 كل البعد عن الوضع السياسي والوضع الإداري، ولكن الشكر لله مرة ثانية بأن هؤلاء الناس يحترمون الحقيقة النزيهة، يحترمون الشخصية اللي لم تطالب لا لنفسها ولا لعائلتها ولا لعشيرتها، وبالتالي نحن إن شاء الله سوف نستمر بهذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. العمل ضمن قوات الشهيد الصدر قدس الله روحه زكي هذا وسام شرف، وإن شاء الله إن شاء الله الله يوفقك للأفضل وللأحسن إن شاء الله. جزاكم الله خير، شكرا للإعلاميين، شكرا للأخ أبو جعفر، وإن شاء الله نستمر مع كل أخ يريد من عندنا أن نكون يعني سواء كانوا على الفضائيات أو على البث المباشر أو على الراديو، نحن جاهزين لأي ملف يطرح، وسوف نكون إن شاء الله جاهزين للحلول والمناقشات. وإن شاء الله نشكر أيضا أبناء محافظة ميسان العزيزة وعلى كل أخواننا الأعزاء الذين تواصلوا معنا الآن في البث المباشر، وأيضا نقول لهم إن شاء الله نحن نبقى عند حسن ظن الجميع من أبناء محافظتنا العزيزة ميسان. الله يحفظكم إن شاء الله ويحفظ جميع الأخوة اللي علقوا وجميع الأخوة المشاهدين ونسأل الله ورسوله التوفيق والسداد والنجاح لكل صاحب نية حسنة ويعمل بعمل صادق من أجل الشعب العراقي ومن أجل ميسان
من أجل العمارة، من أجل أن يحفظ أمن وأمان منطقته ويقدم الخدمات ويقضي على البطالة. ونسأل الله تعالى أن يديم ويعم الأمن والأمان على المسلمين جميعا وخاصة عراقنا العظيم. في أمان الله، نستودعكم الله وفي لقاء آخر. في أمان الله وحفظه. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم.